السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. دلوقتي هقولكم على غلطة بنعملها ممكن تحرمنا من خير كبير جدا ربنا بعته لنا. لو انت ميسور الحال، الدنيا تمام ماديا، مش محتاج لحد، يعني الدنيا ماشية مظبوط وربنا كرمك الحمد لله. مش غني بس الدنيا تمام. لما يجي عليك رمضان مثلا او العيد وتلاقي حد بيخبط عليك ويجيب لك مثلا هدية، صدقة، اي حاجة من دي، ما تقولوش لا. حتى لو انت مش محتاجها خدها منه، ما تردوش واديها لاي حد انت عارف انه محتاج. اولا، ودي المشكله الصغيره، الشخص ده هيزعل ويشيل في نفسه ويقول لك يعني ايه هو ليه ردها وكده ومفيش بينه وبينها حاجه والكلام ده، يعني تمام. دي المشكله الصغيره. المشكله الكبيره بقى ان ده خير وربنا سبحانه وتعالى بعته لك. انت لما تقول لي خير ربنا سبحانه وتعالى بعته لك، ممكن ما عادش يجي لك تاني. سيدنا ايوب لما فضل فتره كبيره جدا مريض، ربنا سبحانه وتعالى بعد كده شفاه وزوجته رجعت شباب، وربنا سبحانه وتعالى ابدله ذريه تانية غير ذريته. الموضوع ما وقفش لحد كده. سيدنا ايوب لما ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه الجراد من ذهب، سيدنا ايوب كان بيعمل ايه؟ كان بياخد الجراد ده ويلمه في ملابسه، مع ان سيدنا ايوب ما عادش خلاص محتاج للجراد ده، ربنا انعم عليه بكل حاجه هو كان عايزها، لكنه رغم كده كان برضه بيلم الجراد ده في ملابسه. نعمه ربنا سبحانه وتعالى بعتها له فما ردهاش. بس كده. لايك وشير ومتابعه، ما تزعلنيش منك. سلام.